النهارده انا في مكان عظيم جدا، وهو المتحف المصري الكبير اللي هحضر فيه حدث مهم جدا. كام يوم وهنشوف أعظم حفل افتتاح لأكبر متحف في العالم. أيوة، مش في مصر بس، في العالم كله. انت متخيل ان هيبقى فيه 100,000 قطعة أثرية جوه المتحف المصري الكبير؟ أعتقد ان احنا هنحتاج كذا يوم علشان نقدر نلف ونشوف المتحف كله. ده في قاعة هيبقى فيها 5000 قطعة أثرية، يعني تعتبر متحف لوحدها. ودي قاعة الملك توت عنخ آمون، ولأول مرة في التاريخ هيتعرض فيها تابوت توت عنخ آمون وكنوزه من القناع الذهبي والعجلات الحربية والمجوهرات الملكية. القطع الأثرية دي بقى يا سيدي كانت موجودة في مقبرة الملك بوادي الملوك في الأقصر من أكتر من 3000 سنة، وجابوها لحد عندك. بص انت هتنبهر، ومش انت بس، ده العالم كله هينبهر. ده غير قاعات المومياوات الملكية، وهيكون فيها عرض تفاعلي بيحكي قصة كل ملك. وقاعات تكنولوجية دي بقى يا سيدي هيتعرض فيها شرح الحياة المصريين القدماء وبناء الأهرامات بتقنية الهولوجرام على شاشات 3D، يعني هتدخل آلة الزمن بجد. والدرج العظيم ده بقى عبارة عن ممر كبير هتطلع له بسلالم، وموفرين لك كمان سلم كهرباء علشان لو ما قدرتش تطلع على السلم العادي. في كل تماثيل ملوك مصر القديمة، من مينا موحد القطرين لكيلوباترا. لا بصوا، هو في عظمة هتحصل. هتلاقوا كمان جوه المتحف بازارات لبيع السوفينيرز، وفيها كل حاجة تدل على الهوية المصرية، من عملات وتماثيل وشيلان. كل حاجة تتخيلها وما تتخيلهاش موجودة في البازارات دي. محلات لبيع الذهب ومطاعم وكافيهات. أنا بقى اخترت الكافيه ده لأن قهوته حلوة، وكمان ادوني براونيز فري. ثانك يو. استنى بقى وانت بتديها لي. شكرا. وكان بصراحة طعمها حلو قوي. وعايزة اقول لكم ان المسلة دي اول حاجة بتشوفوها قبل ما تدخلوا للبهو العظيم. المسلة دي مش مسلة عادية كده وخلاص، انت ممكن ما تاخدش بالك منها، بس احب اقولك ان دي اول مسلة معلقة اتعملت في العالم، واتعملت للملك رمسيس الثاني، وكانت موجودة في صان الحجر في الشرقية. ابقى خد بالك منها بقى وانت داخل. وشايفين فتحة الشباك الصغنونة دي مش ناسين يقفلوها ولا حاجة، دي عاملينها مخصوص علشان الشمس تتعامد على وجه جدنا الكبير رمسيس الثاني، زي الظاهرة اللي بتحصل على وجه رمسيس الثاني اللي في معبد ابو سمبل. بصوا انا لو فضلت اتكلم عن المتحف ده الكلام مش هيخلص، بس اللي اقدر اقوله ان المتحف المصري الكبير مش مجرد متحف عادي كده وخلاص، ده بوابة زمنية بتربط بين عبقرية الماضي وروعة الحاضر، يعني ميكس مش هتشوفه غير في مصر. أما عن الاحتفال فأعتقد إننا هنشوف احتفال يبهر العالم كله. وعايزة